القايمة متسعرة لما تيجي ترفع عليك جنحة تبديد منقولات، طالما المنقولات مش موجودة، أو لو موجودة وأنت عايز تسد فلوسها ويسارك يجيب، من حقك تدفع الإجمالي اللي مكتوب من تحت. طب يا أستاذة في جرامات فوق، قاضي الجنح ملوش دعوة بالجرامات اللي فوق، قاضي الجنح ليه قصاده قايمة مكتوبة بالإجمالي مبلغ كذا، دفعت المبلغ اللي كذا ده خلاص هتاخد حكم مع إيقاف التنفيذ اللي هو بيساوي البراءة. طيب لو القايمة مش متسعرة هترد الحاجات زي ما مكتوبة وصفا بالظبط، لازم تكون حالتها كويسة. طيب لو الحالة في حاجات متكسرة أو بايظة أو مش موجودة والكلام ده كله، بتعرض قيمة هلاك بالسعر الحالي. كمان من حقك ترد قيمة الحاجة بسعر الحالي طالما هي القايمة مش متسعرة. يعني لو انت برضك ما معكش القايمة دي، ما معكش العفش ده، هتدفع قيمة الحاجات دلوقتي، كل ده عشان القايمة بتاعتك مش متسعرة.